معاكم ولاء عرابي من قناة ميديا سينما. معايا الفنان الجميل البير حبيب. اهلا بك يا فندم. اهلا بيكي. عايزه اعرف البدايه بتاعت حضرتك من فين؟ الحقيقه انا بدايتي بدات سنه 93. انا اول مره ظهرت فيها على المسرح كان عندي 8 سنين، واشتغلت مجموعه اعمال كانت اعمال كنسيه في الاول، وبعد كده اشتغلت شويه حاجات في الميديا، افلام دينيه، واشتركت زمان في بعض المشاهد الصغيره في التلفزيون، بس حاجات اللي كل الناس بقت بتبتدي يعني كومبارس وكده. اشتغلت مسرح؟ اشتغلت مسرح. اشتغلت ايه الاعمال اللي قدمتها في المسرح؟ اشتغلت اوبريت كان اخراج استاذ جمال المصري، كان اسمه ادي حكايه شعب، كان اوبريت وطني. حلو. واشتغلت اوبريت كان اسمه سارق الملكوت. واشتغلت كمان مع استاذ كرم جاب الله، كان في عمل برضو بس كان عمل كنسي يعني. تمام. كان اسمه امس واليوم للابد. واشتغلت في فيلم حنة ويواكيم، اشتغلت في فيلم ابونا كل ده خالد. مسرح؟ لا ده افلام بقى. فيلم حنة ويواكيم ده فيلم. طيب تمام. طيب كلمني عن المسلسل الجديد. الحقيقه ان المسلسل شاء الله المسلسل ده يتعرض في رمضان. باذن الله. تمام. كلمني عن دورك يا استاذ البير. هو انا المفروض ان انا يعني واخد دور ضابط شرطه. كان جاي لي بلاغ بان في فعلا الدور لايق على حضرتك جدا فعلا. ان شاء الله هيبقى الدور هيكسر الدنيا ولايق فعلا على حضرتك الشخصيه كمان. ميرسي جدا. كلمني عن الدور بقى. هو المفروض ان انا ضابط شرطه جاي في تحقيق ان جالنا بلاغ ان في قتيل او جثه يعني. بتفاجئ ان ما بيبقاش في جثه، بيكون في حاجه تانية، فانا مش عايز بس احرق لا ما تحرقهاش. الحدث تمام. يعني. بنكتشف ان في حاجات تانية داخل فيها طبعا جو الكوميديا. مع الاستاذ حسن عبد الفتاح، هو اللي قايم بدور المدير اللي انا اصلا بقوم بالتحقيق معاه يعني. تمام. ده دور حلو قوي. طيب ايه الدراما اللي ان شاء الله الاعمال الحاليه اللي حضرتك عايز تقدمها كدراما؟ هو الحقيقه انا اتمنى ان انا اشارك في كل الاعمال الدراميه يعني، بس يعني احنا لسه في البدايه يعني، لسه ما ان شاء الله دي بدايه حضرتك يعني. باذن الله. تمام. ان شاء الله. ايه الاعمال اللي حضرتك حابب تقدمها بعد كده؟ انا بشكل شخصي يعني بدور دايما على الحاجات اللي هي بتوعي سلوك الشباب والاطفال. ده اللي انا نفسي اعمله في الفتره اللي جايه لي انا. البيت المصري محتاج يدخلوا عمل فني يعلم الاولاد ويعلم البنات السلوك الكويسه، من خلال الاعمال اللي انا ان شاء الله يعني بجهز لها. اللي انا دي انا بعملها انا ليه انا، لان انا الفتره دي بدرس مع الدكتوره منى الصبان في المدرسه بتاعتها، المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون، قطاع السينما يعني والفن التلفزيوني. حلو قوي. فباذن الله هيكون الحاجات اللي انا بركز عليها هي الوعي والتعليم السلوك للشباب والولاد والبنات والاطفال. يعني ده اللي حضرتك حابب يعني تتحط في المكانه ديت، ولا حابب مثلا كوميدي تراجيدي؟ لا، الكوميديا والتراجيدي بقى ده حسب، لو جالي اي عمل يعني نقدر نكتشف نطلع منك المواهب ديت. صدقيني يعني انت عارف نفسك. جربوا يعني جربوا. هي الناس تجرب بس يعني ان شاء الله يعني. اهو احنا مجموعه الحلقات اللي احنا بنقدمها ديت حلقات كوميديه. تمام. هيبقى فيها شويه شغل على الله يعجب الناس يعني. ان شاء الله. اتمنى لك يا رب ان شاء الله المسلسل يكسر الدنيا ويتعرض ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله اشوفك على خير باذن الله في عمل جديد برضه. شكرا ليك يا فندم. طيب الاعمال الحاليه في مسرح ولا هو المسلسل ده بس؟ لا الحقيقه هو حاليا الفتره ديت هو العمل ده بس دلوقتي. تمام. طب سؤال اخير، حضرتك متفاعل على السوشيال ميديا؟ وليا صفحه رسميه خاصه بيا باسم الصفحه الرسميه للفنان البير حبيب، وليا قناه على اليوتيوب. بس يعني الحاجات اللي فيها حاجات على قد الامكانيات بتاعتي. تمام. يعني هل بتتفاعل يعني مثلا بتدي كومنت حاجه ما عجبتكش، نقد، اي حاجه؟ طبعا. تمام. حلو قوي. تمام. اتمنى لك التوفيق يا استاذ قلبي. اشكرك.